السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. اليوم حضرت لكم كيكه الموز مع كريمه بزاف بنينه وبزاف هايله، راح تعجبكم بزاف. ما نطولش عليكم، روحوا قباله لكيفيه التحضير. اول حاجه في غيسيبيون عندي هنايا 4 حبات بيض، نزيد نضيف قرصه تاع الملح ونضيف كاس غربه سكر عادي، نخلطهم لهنا بالخلاط مليح حتى يبيض الخليط. من بعد نزيد نضيف لهم مغرفه صغيره تاع لافاني وعلبه ياغورت بذوق الموز، نخلطهم مليح. من بعد نزيد نضيف كاس الا ربع زيت، نضيف لهنايا زيت بالتدريج. نزيد نضيف لهنايا كاس ناقص اصبع ماء، يعني ماء معدني. هذا هو السر اللي يخلي لكم الكيك تاعكم يجي خفيف. ونزيد نضيف لهنايا 2 مغارف كبار لا مايزينا النشا، ونضيف حبة موز، نخلطهم بالخلاط مليح. في الاخر نحن نضيف لهم 2 كيسان ونص تاع الفارينة، يعني كاس يرفد 220 مليلتر، نضيفهم بالتدريج مع 2 كيس خميرة كيميائية، الوزن 10 غرام. هنايا جبت هدايا المول العجيب، دهنته بالزبدة ورشيت عليه الفارينة، نصب الخليط وندخله للفرن على درجة 180. شوفوا ما شاء الله بعد ما طاب وراح يجيكم بزاف خفيف وبزاف بنين، والريحة تاعو راهي ما شاء الله. بالنسبة للكريمة هنايا درت في كسرونة كاس ونص تاع الحليب و2 مغارف كبار مايزينا ما يكونوش معمرين، وزيد ضفت لهم 2 مغارف كبار تاع السكر عادي، خلطتهم مليح بارد في بارد وخليتهم فوق النار حتى وين ثقالت لي هذه الكريمه. من بعد خليتها تبرد شويه، ما خليتهاش تبرد بزاف، يعني نتوما خلوها تبرد مليح. هنا نضيف لها مغرفه صغيره تاع لافاني، نزيد نضيف لها 2 مغارف كبار يكونوا معمرين شانتيي، وهنا نزيد نضيف حبه بنان كنت لهنايا عملتها كيما الحصيده. نخلطهم مليح لهنا بالباتور، يعني راح تجيكم ثقيله نوعا ما، ماشي ثقيله بزاف. وماذا بيكم يعني تزيين اختياري، خلوها في الثلاجة تبرد مليح باش هذه الكريمة هاي راح تشد روحها. انا هنا ما كانش عندي الوقت قطعتها لكم، يعني كيما نتوما تحبوها خفيفة كيما راهي هكذايا، ولا تحبوها تكون شادة روحها. يعني طريقة بزاف سهلة، ان شاء الله تكون عجبتكم طريقتي في التحضير. شوفوا ما شاء الله كيفاش جات، مام الكريمه لو كنت خلوها هكذا فاني يعني حتجيكم بزاف شابه. شوفوا ما شاء الله كيفاش تجي من الداخل، وكريمتها بزاف بنينه. يعني هنايا نسيت روحي وانا راني ناكل وراني نصور. ان شاء الله تكون عجبتكم طريقتي في التحضير. لحقنا لاخر الفيديو، نقولكم سلام وتهلاو في رواحكم.